سمعت انت كلام كتير جدا عن الكابتن مش مكمل والكابتن مش هيكون موجود مع دفعه 2026، ولكن احب اطمنك الكابتن مكمل معاك ومكمل مع كل الدفعات اللي جايه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا جميعا بخير. معاكم كابتن بدر حمزه، مدرس مواد الجغرافيا والتاريخ، او باذن الله اللي هيضمن لك 80 درجه من مجموعك. مبدئيا الفيديو ده هيكون اول فيديو ليك كطالب دفعه 2026، او بمعنى اصح هو كمان هيكون اول فيديو ليك على قناه الكابتن التعليميه. طبعا المحاضره دي لازم تعرف ان هي هتكون في غايه الاهميه لحضرتك، بل من اهم المحاضرات اللي هتكمل معاك على مدار السنه بالكامل. هتعرف ليه؟ ولكن لازم الاول اجاوب لك على سؤال مهم بيدور في دماغك دلوقتي، الا وهو ليه قناه الكابتن التعليميه او القناه هنا هتقدم لك ايه كطالب ثانويه ازهريه؟ الحمد لله من منطلق اهتمامنا بطالب ادبي على مدار الدفعات السابقه، وده بشهاده زمايلكم مش بكلامنا او مش بنقول اي كلام وخلاص، فاحنا الحمد لله بنهتم بطالب ادبي بشكل كبير جدا جدا في جميع ما يحتاجه طالب ادبي، مش بس مواد الجغرافيا والتاريخ، لا، انظمه الاسئله عامله ازاي، موادك ايه هي، مناهجك ايه هي، إيه اللي بيتغير، إيه اللي ما بيتغيرش، وبنساعد طالب ادبي الحمد لله على مدار كل الدفعات السابقه ان هو يوصل لما يتمنى، لدرجه ان في كتير جدا من طلاب علمي بيقول يا ريت الكابتن بيشرح لعلمي. فانت هنا في المكان الصح كطالب ادبي وكطالب ثانويه ازهريه باذن الله. لازم تعرف كمان ان اهتمام القناه بشكل كبير هيكون منصب على مواد الجغرافيا والتاريخ اللي هم التخصص الخاص بينا، زائد كمان ان انت يتوفر لك اي حاجه تخصك كطالب ادبي او كطالب ثانويه ازهريه باذن الله على مدار السنه بالكامل. اهم حاجه تعمل سبسكرايب للقناه، تشيرها لكل زمايلك، واهم حاجه تشير الفيديو ده عشان كل الناس تعرف ان الكابتن هنا، عشان كل الناس تعرف ان بند الاهتمام بطالب ادبي بدا يكون في تزايد مستمر، سواء كان لطالب اليوتيوب او طالب المنصه. اما عن بند المحاضره بتاعت النهارده او سياق المحاضره بتاعت النهارده هيكون بيدور حوالين ايه؟ تعالى عشان اعرفك بالظبط. وقعدتنا وبداية كل سنة بيكون عندنا الطبيعي بتاعنا محاضرة تأسيسية في الجغرافيا السياسية، ولكن السنة دي الموضوع هيكون مختلف بشكل كبير جدا جدا. فخلي بالك ان انا عندي في المحاضره بتاعت النهارده البنود اوسع بكتير جدا من اي محاضره تاسيسيه احنا عملناها قبل كده. المحاضره دي بمعنى اصح كده هي هتعرفك انت هتمشي على طريق المذاكره بتاعك ازاي في منهج الجغرافيا السياسيه، ايا كان ايه المنهج، ايا كان المنهج اتجدد ما اتجددش، هو بنسبه 80% مش هيتغير، بس عشان يكون عندك المعلومه. ولكن المحاضره دي اوسع بكتير جدا من فكره منهج الجغرافيا السياسيه، وده علشان احنا في المحاضره دي باذن الله هنتكلم عن 5 حاجات يا شباب. الحاجه الاولى الا وهي التعريف بمنهج الجغرافيا السياسيه، ودي الحاجه الوحيده اللي احتمال تتغير ونكون في غنى عنها في المحاضره دي، ولكن لازم نتكلم عنها عشان زي ما قلت لك بنسبه 80% نفس المنهج اللي درسوه زمايلك على مدار الدفعات السابقه انت كمان هتدرسه. تاني حاجه هنبدا نتكلم عنها وهي التعريف ببعض المصطلحات الهامه جدا واللي هتساعدك بشكل كبير في حل اسئله الاختياري اللي اصبح لا غنى عنها في امتحانك، واللي تقريبا بقى اكتر من 70% من امتحانك بنظام الاختياري. تالت حاجة هنتكلم عنها وده أنا بشوفه أهم بند في المحاضرة أو من أهم بنود المحاضرة، لأن في البند ده هنبدأ نشرح أهم نقاط خريطة العالم السياسية، هنشرح الأساسيات بتاعتها، هعرفك إيه أهم الدول اللي عندك في المنهج، وهعرفك حاجة مهمة جدا ألا وهي هو سؤال الخريطة بتعامل معاه إزاي، أو بمعنى أصح بذاكر خريطة إزاي، وفي آخر السنة أنا هشوف الامتحان أو سؤال الخريطة في الامتحان عامل إزاي بكل أشكاله. بعد كده هنبدأ نتكلم عن شرح نظام الامتحان الجديد 2026، وأنا عامل لك تقسيمة للشرح بتاعه بشكل كويس جدا جدا للأسئلة الموضوعية والأسئلة المقالية، علشان أفهمك الدنيا رايحة فين وجاية منين وامتحانك هيكون عامل إزاي بالظبط، علشان تبقى عارف من دلوقتي أنت في آخر السنة هتمتحن إيه، عشان تبقى عارف من دلوقتي نظام امتحانك في آخر السنة عامل إزاي. طب أنا بعمل الكلام ده ليه؟ لأن دي العمدان اللي على أساسها هبدأ أذاكر. ما أنا دلوقتي مش عارف نظام امتحاني عامل إزاي، فقاعد بسمع المنهج وبحفظ زي مش عايزين نقول الحمار، بحفظ وخلاص. طب بحل أسئلة؟ لأ. طب ايه المصادر اللي بحل الاسئله منها؟ اصل انا بحل من كتاب س، اصل انا بحل من كتاب ص. طب يا عم كتاب س ده هيفيدك؟ الله اعلم. طب ص ده هتستفاد منه؟ ما اعرفش. طب امتى تعرف كل الكلام ده؟ لما تعرف شكل امتحانك
عامل ازاي. بعد كده يا شباب هنبدا نتكلم عن تفاصيل المنصه وكيفيه المتابعه، نظام المتابعه بتاعنا هيبقى عامل ازاي، ونظام متابعه دفعه 2026 السنه دي. الموضوع مختلف بشكل كبير جدا جدا. احنا بننظم حاجه كده اسمها جوجل شيت وفورم ودنيا وحوارات كتير جدا جدا لها علاقه بالاتصالات والتكنولوجيا. الموضوع اكبر بكتير جدا من فكره المتابعه السنه دي لطالب المنصه بتاع دفعه 2026، عشان نعرف كل واحد حرفيا هو كل يوم بيعمل ايه في مواد الجغرافيا والتاريخ مع الكابتن. فما تقلقش من نظام المتابعه السنه دي. وبرضه هقول لك شويه تفاصيل عن المنصه، وهتكلم شويه عن طالب اليوتيوب او مع طالب اليوتيوب في نهايه المحاضره. ده بالنسبه للخمس بنود اللي هنتكلم عنهم. ويلا بينا نخش في اول بند ونبدا بالتعريف بمنهج الجغرافيا السياسيه. ونيجي بقى يا شباب لبند التعريف بمنهج الجغرافيا السياسيه، وده طبعا PDF معمول لمحاضره التاسيس، مسؤول طبعا عن فهرس منهجك، عن اهم المصطلحات اللي عندك في المنهج زي ما اتفقت معاك، وعن التاسيس في خريطه العالم السياسيه. خلونا نبدا الاول بالتعريف بمنهج الجغرافيا السياسيه. هو هل المنهج سهل ولا صعب؟ هل بالفعل اقدر اضمن ال 40 درجه زي ما كلام كتير جدا بيتقال عن منهج الجغرافيا، ولا الموضوع معاه اقرب زي ما بعض زمايلي قالوا لي؟ ركز معايا كويس جدا. واول حاجه لازم تعرفها عن منهج الجغرافيا السياسيه ان حضرتك كده من الاخر عندك 40 درجه في 4 وحد فقط لا غير، وانا مش محتاج اقول لك اكتر من كده. يعني انت متخيل انت عندك 4 وحدات فيهم، او بمعنى اصح 40 درجه من مجموعك. ده خد الجديد بقى، في وحدتين من الاربعه كل وحده فيهم درسين، الا وهي وحده التكتلات الاقتصاديه ووحده العلاقات الدوليه والنظام العالمي الجديد. كل وحده من دول تحتمل درسين فقط لا غير. منهج بالكامل 4 وحدات منهم وحدتين كل وحده درسين، بيساوي ايه؟ 40 درجه. طب يا كابتن الكلام اللي انت بتقوله ده كلام جميل جدا، الوحدات سهله الدروس قليله ومش عارف ايه، بس احنا اصلا الكلام اللي انت بتقوله دوت اتقال لنا ان الوحده الثالثه والوحده الرابعه اصعب وحدتين في المنهج. سيبك من الكلام ده، مالكش دعوه باي كلام بتسمعه. ركز معايا، على مدار السنه انت هتوصل لباب لجنتك، يعني اكاد اجزم ان انت مش هيبقى عندك اي مشكله في اي حرف في الماده كلها. ليه؟ انا ما بكبرش، انا بستلم نظام امتحاني اول ما منهجي ينزل ايا يكن، انا بستلمه منين مالكش دعوه، انا بعرف الامتحان هيجي ازاي، ببدا ان انا اشتغل عليه. لو كتاب الجن الازرق جايب اسئله نظام امتحاني بروح اجيب كتاب الجن الازرق واحل منه. وعلشان كده دايما تسال اي حد ايه افضل حاجه عند كابتن بدر حمزه، يقول لك بيحل كتير. يا جماعه احنا السنه اللي فاتت في جزء من اجزاء المراجعه او في جزء من اجزاء الشرح عموما في منهج الجغرافيا السياسيه حاليا 10000 سؤال. جزء واحد، مش هقول لك على مدار المنهج بالكامل، 10000 سؤال تقريبا، يعني اكتر من 90% مش متكرر. عشان بس يكون عندك علم، شوف كام فكره اتحلت، شوف كام سؤال اتحل. فكل ده احنا بنشتغله ليه؟ عشان اوصل لليله امتحاني او اخش قدام ورقه امتحاني انا ما بتفاجئش. فبند ان الجغرافيا صعبه، التاريخ صعب، اصل المنهج ده ما اعرفش ايه، اصل المنهج ده ما اعرفش ايه، مفيش حاجه صعبه على اللي بيذاكر او على اللي بيذاكر صح بمعنى اصح. وتعالى بقى اعرفك بالظبط تفاصيل منهجك، وكل درس عندك بيتكلم عن ايه يا معلم. هنبدأ بالمنهج عندنا بدرس اسمه مدخل لدراسة الجغرافيا السياسية، وده الدرس اللي احنا بنحتسبه بمثابة العمدان اللي بنبني عليها باقي منهجنا. في الدرس ده انا ببدأ اعرف هو ليه جغرافيا، ويعني ايه جغرافيا، وايه اهداف الجغرافيا السياسية ومجالاتها، كيف تطورت، دور التقنيات الحديثة في الجغرافيا ايه. ببدأ اعرف معلومات كتير جدا عن الجغرافيا السياسية، وعلى اساسها ابدأ اندرج في المنهج بتاعي يا شباب المقسم الى 4 وحدات زي ما قلت لك. في الوحده الاولى وحده محور دراستنا بمعنى اصح هيكون حاجه اسمها الدوله، اللي هي على خريطه العالم السياسيه عادي جدا، زي ما لم تكن مثلا دوله روسيا، دوله مصر، دوله ليبيا. مصطلح الدوله ده يا شباب انا ببدا افصصه حته حته في الوحده الاولى. بمعنى اصح الجغرافيا السياسيه بتمسك الدوله زي حته السمكه كده، بتفصصها حته حته. وهنبدا باول درس عندنا وعنوانه الدوله، تعريفها وانواعها. يعني بنبدا ناخد المصطلح العلمي للدوله، بتبدا تدرسه وتذاكره، وتبدا تاخد انواع الدول. يا مستر يا الدول ليها انواع؟ والله ليها انواع. عندك مثال الدول الوحدويه، الدول الاتحاديه سواء كانت فيدراليه او كونفدراليه. هتبدا في الدرس ده تعرف انواع الدول وامثله على كل نوع من الدول. تبدا تتكلم عن العاصمه واهميتها، مناطق القلب بتاعت الدوله. كل دي مصطلحات موجوده عندك في درس الدوله، هنعرفها ونفهمها مع بعض باذن الله. بعد ما نخلص على الدرس دوت هنبدا ننصدم بدرس بيتقال عليه هو اصعب دروس المنهج، ولكن كلمة صعوبة معايا أنا ككابتن بدر
ما بتندرجش او ما بترتبطش الا بحاجه اسمها ان بمعنى اصح الدرس طويل. لكن هل المعلومات صعبه؟ لا. هي الفكره كلها ان انا دلوقتي شرحت انا قبل كده السنه اللي فاتت واعرفكم الموضوع ده برضو السنه دي في فكره مثلا اللي هو كيفيه المذاكره، وكان عندنا بند مهم جدا وهي تقسيم المذاكره صح. انا ما ينفعش اصحى النهارده اقول انا هخلص الجغرافيا كلها، ولا ينفعش اصحى النهارده اقول انا همسك الفصل الثاني كله في التاريخ اروح مذاكره. الكم لما بيزيد العقل نفسه خلاص انا الكم زياده عليا فانا خلاص مش عارف اذاكر، صعب. طب يا عم انت جربت تذاكر الاجزاء ديت جزء جزء؟ جربت تقسمها صح؟ جربت تاخد كل جزء وتبدا ان انت تحل عليه؟ لا، يبقى انت كده ما ذاكرتش. ما هي طريقه المذاكره او المذاكره ليها اساليب، وكل شخص بيختلف عن التاني، ولكن في اساسيات معينه انت لو عملتها هتلاقي نفسك بتذاكر صح. ومن اهم الاساسيات دي وخدها عندك قاعده: مفيش طالب ثانويه سواء كان ازهريه او عامه بيذاكر من غير ما يحل اسئله. لو ما حلتش اسئله، انا بقول لك اهو من دلوقتي، لو ما بداتش تحل اسئله من دلوقتي على كل جزئيه بتاخدها في اي منهج بتذاكره، انت في الاخر هتبلع. والله بكلمك بكل امانه، هتبلع في الامتحان. حل يا ابني اسئله. لو انت لقيت مدرس بيحل قليل ايا كان ايه مسماه، مع كل احترامي لكل المدرسين، ابعد عنه، غير طريقك واقعد على جنب. انا بقول لك نصيحه مني، سواء قعدت هنا كملت في حته تانية رحت الجن الازرق، لازم تحل كتير جدا على اي منهج انت بتذاكره على مدار السنه. ونيجي للدرس اللي احنا خد مننا شويه كلام كتير، الا وهو درس المقومات الطبيعيه لقوه الدوله. هو يعني ايه مقومات؟ يعني شيء بيقويني، يعني بمعنى اصح حاجه بتساعدني. انا بقى هتكلم عن العوامل المساعده للدوله، المقومات اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لكل دوله، زي الشكل، المساحه، النبات الطبيعي، المناخ. ببدا اتكلم عن كل بند من البنود دي، وبعرف مميزاته وبعرف سلبياته، بعرف بيفيد الدوله ازاي، بيضر الدوله من انهي جهه، وببدا افصص كل حاجه كده يا شباب على حده، وببدا ان انا طبعا افهم كل مقوم من المقومات الطبيعيه دي. بعد ما نخلص المقومات الطبيعيه هنبدا نتكلم عن درس اسمه المقومات البشريه لقوه الدوله. انا هنا عرفتك ايه المقومات اللي جت من عند ربنا سبحانه وتعالى لكل دوله، ولكن في الدرس الثالث ابدا بقى اسال البشر قدموا ايه لدولتهم. طب معلش تعالى نعرف هو عدد سكان الدولة دي قد ايه؟ وهل لو عدد السكان زيادة الموضوع هيبقى فارق وبيساعد الدولة ولا لا؟ طب عدد السكان قليل الموضوع هيبقى جامد قوي ولا ممكن يضعف الدولة شوية؟ ببدأ كمان في الدرس ده اتكلم عن التركيب الاقتصادي لكل دولة. هو انت اقتصادك عامل ازاي؟ الزراعة عندك عاملة ازاي؟ الدنيا عندك بمعنى اصح بتدار ازاي؟ كمان ببدأ اتكلم عن فكرة القوة العسكرية لكل دولة. هو انت فاكر ان في دولة بيتقال عليها قوية من غير ما يكون عندها قوة عسكرية؟ الكلام ده مش موجود. وفي ابعاد وعناصر بتبدا تدرسها للقوه العسكريه، مش بتيجي تقول انا عندي مليون عسكري وتمشي وتسيبني. كل ده حضرتك هتعرفه، زائد كمان ان احنا هنتكلم عن القوه التنظيميه اللي هي الحكومات، وكيف تدار الحكومات وكيف تدير الحكومات. وده كله هتعرفه لما نندرج في ايه؟ في المنهج باذن الله. ولكن برضو في نقطه مهمه جدا من المقومات البشريه لازم تعرف ان انت هتدرسها، الا وهي خصائص السكان. ومعنى كلمه خصائص السكان يعني بمعنى اصح حالتهم التعليميه والتكنولوجيه، هل متعلمين ولا لا؟ بشوف ديانتهم ايه بمعنى اصح يا شباب. ببدا ان انا اشوفهم ذكور ولا اناث، شباب ولا كبار سن ولا اطفال. كل الخصائص دي باذن الله برضو هندرسها في الدرس الثالث من منهجك في الوحده الاولى. بعد كده هنيجي لدرس هو كريزة الوحدة الأولى، وهو النظام السياسي والانتخابي. وخد عندك من دلوقتي الدرس ده 2026 في امتحانك. ليه يا مستر بتقول الكلام ده؟ لأن أنا قلت لك، أو لا أنت لسه أول مرة تعرف أنت دفعة 2026، إن نظام امتحانك دايما بيندرج على أحداث كتير جدا بتحصل على مدار السنة. فأنا دلوقتي قاعد بحط امتحان، ببدأ أشوف إيه اللي بيحصل حواليا. والله أمريكا احتلت العالم، فخلاص نبدا نتكلم عن امريكا، ما عنديش اي مشكله، لازم تتحط في الامتحان. هو في احداث بتجبر اللي بيحط الامتحان تكون موجوده معاه، زي فكره الانتخابات حاليا، فطبيعي جدا ان في اخر السنه هنلاقي سؤال عن الانتخابات. في الدرس ده بنبدا نتكلم عن النظم السياسيه في صورتها الاجتماعيه والمؤسسيه، بنبدا نتكلم عن النظام الانتخابي وتعريفه وعلى اي اساس يتم، بنبدا نتكلم عن فكره ايه علاقه اصلا الجغرافيا بالانتخابات وليه الاثنين ارتبطوا مع بعض، وهل ظهر علم الانتخابات لوحدها ولا لا. كل ده حضرتك هتتكلم عنه في الوحده الاولى باذن الله، او في الاربع دروس الخاصين بالوحده الاولى. خلصنا الوحده الاولى نبدا نخش على الوحده الثانيه اللي هي اكبر وحده في المنهج. والله يعني لما اجي اقول اكبر وحده في المنهج دي، ما يعني هم كلهم على بعض 4 وحدات، تمام؟ الوحده دي عندك 5 دروس، وهي وحده المشكلات السياسيه، واللي بتعمل مشكلات لطلاب كتير جدا جدا.
برضو علشان الكم. هفضل اقول لك طول السنه هنا على القناه كل ما اعمل فيديو ان انت مشكلتك انك بتذاكر غلط. لما اديك بقى طريقه المذاكره الصح امشي عليها مش هتلاقي اي مشكله باذن الله. فتعالى كده نتكلم بقى ونشوف الوحده دي دنيتها ايه، وهنبدا في اول درس الا وهو الحدود السياسيه، مفهومها، اهميتها، وظائفها. يعني ايه يا مستر؟ مبدئيا الحد السياسي دوت هو الخط اللي بيفصل ما بين الدوله س والدوله ص. ده عباره عن خط بيرسمه الانسان او بيكون طبيعي من عند ربنا سبحانه وتعالى، بيبدا يفصل ما بين دولتين. انا بقى همسك الخط ده هقول عليه انت لا خط، انت حد سياسي، واعرف مفهوم العلمي، واعرف اهميته هو ليه مهم، واعرف الوظائف اللي هيقدمها لي حته الخط اللي بيتشال ويتحط ده. هسكت لغايه كده؟ لا، ده الوحده دي ما بترحمش. هتاخدني الدرس تاني وتعرفني انواع كل الحدود السياسيه. يا مستر هي ليها انواع؟ اه والله ليها انواع. انا عندي حد سياسي بشري، الانسان هو اللي بيقوم بتخطيطه، زي الحدود الهندسيه وحدود اللغه والدين اللي احنا بنقول عليها الحدود الانثروغرافيه. وعندي كمان حد سياسي طبيعي اللي هو بيكون من عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني ايه يا مستر؟ يعني مثلا لقينا جبل، مثلا دلوقتي انا عندي هنا دوله س وعندي هنا دوله ص، وما بينهم سلاسل جبليه، فاروح جاي قايل ايه؟ والله الجبل ده هو اللي بيفصل بين دوله س ودوله ص. الجبل ده الانسان اللي عمله؟ لا، ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، فده حد طبيعي. طب لقيت ما بين الدولتين نهر، هقول لك النهر ده بيفصل ما بينهم. طب بحيره، طب بحيره، بحيره وبحيره هي، طب بحيره، طب بحر، ايا يكن ببدا ان انا افصل بين الدولتين بحد طبيعي من عند ربنا سبحانه وتعالى يا معلم. وده بالنسبه لبند انواع الحدود السياسيه. ثم هاخدك لدرس هو بيوازي الدرس الثاني من الوحده الاولى، علشان برضو الكم بتاعه او الكميه بتاعته كبيره شويه، الا وهو تطور خريطه العالم السياسيه والمشكلات المرتبطه بيها. لو انت فاكر ان ده كان شكل الخريطه من اول ما الخليقه ابتدت، فانت غلطان. الخريطه او لعبه البازل اللي قدامك دي، وان بقى كل دوله وبينها وبين التانيه حدود سياسيه او خط بيفصل ما بينهم يا شباب، زي الخطوط اللي انا عمال ارسمها دي، الموضوع ده ما نتجش من فراغ. الخريطه دي تطورت زي ما انت كده عمال تكبر وتحلو وتبقى جميل وقمر وخلاص قربت تبقى طالب جامعي. ما انت ما تفتكرش الثانويه دي طويله، انت هوبا بص هتغمض عينك هتصحى هتلاقي نفسك بقيت طالب جامعي. نفس الكلام حصل مع الخريطه، وده هتعرفه على مدار منهجك. هي هوبا صحيت من النوم لقت شكلها عامل كده. ولكن احنا في درس تطورات الخريطه بتاعت العالم السياسيه هندرس بالظبط اوائل القرن العشرين حصل الخريطه، واواخر القرن العشرين حصل الخريطه. طب الخريطه امتى استقرت؟ طب اوائل القرن ال21 ايه اللي حصل مع خريطه العالم السياسيه؟ وبعد ما نفصص كل ده هنبدا نتكلم عن شويه مشكلات زي مشكله سبته ومليله، مشكله كشمير، وكمان مشكله حركه الرعاة، وهنبدا نحكي لكم قصتها باذن الله بشكل سلس وسهل ومش هتواجه فيهم اي صعوبه. بعد كده هنيجي للكريستين بتوع الوحده الثانيه، الا وهو من الدرس الرابع والخامس. الدرس الرابع فيه هنتكلم عن المشكلات الاقتصاديه ذات البعد السياسي. ويعني ايه مشكله اقتصاديه ذات بعد سياسي؟ يعني ايه مشكله اصلا؟ هو انت امتى بتقول انا في مشكله؟ لما تحس انك مهدد، ان انت في حاجه مش عارف تحلها او تتعامل معاها فبتقول انا في مشكله. نفس الفكره بالنسبه للدول. امتى للدول بتقول انا عندي مشكله؟ لما يتهدد امنها القومي، لما مثلا تكون مش عارف تاكل شعبك، مش عارف تشرب شعبك، بمعنى اصح مش لاقي فلوس تصرف على شعبك، فبتقول عندي مشكله. في الدرس الرابع هنبدا نتكلم عن امثله للمشكلات الاقتصاديه زي مشكله الميه والطاقه. هي دلوقتي مش انت كبير وعاقل وعارف ان اثيوبيا حاولت تبني سد او بنت سد بمعنى اصح علشان تقلل منسوب الميه عن مصر او ما الى ذلك، وعرفت الموضوع ده كله؟ ادي دي مشكله ميه تندرج تحت البند ده. مشكلات الطاقه تبدا تعرف هو ليه البترول محور كل الخناقات اللي عماله تحصل دي. هو انتوا يا جدعان بتتخانقوا على البترول ليه؟ كل ده هتعرفه في الدرس ده باذن الله. بعد كده هنتكلم في الدرس الخامس عن المشكلات الاجتماعيه، ومعنى كلمه اجتماعي يعني حاجه تخص الشعب، تخصنا انا وانت. فهنلاقي ان احنا بنتكلم في الدرس ده عن مشكلتين. مشكله اسمها الاقليات، اللي هم بيبقوا شويه ناس قليلين في وسط مجتمع الاكثريه. وابسط مثال ليهم، توقع معايا كده ان احنا دلوقتي قاعدين مع بعض 50 واحد بيتكلم عربي، دخل علينا 5 بيتكلموا انجليزي، دول في وسطنا ايه؟ اقليه لغويه، مختلفين في وسط مجتمع الاكثريه في اللغه، فبنقول عليهم اقليه. مثلا السودانيين في مصر، تمام، يطلعوا يضربونا من تحت دلوقتي. السودانيين في مصر دول اقليه، ليه؟ لان احنا مجتمع الاكثريه كمصريين، لان ده الوطن بتاعنا، ولكن هم بسبب التهجير ربنا يعينهم على ما هم فيه، جمله او جمعه عندنا وبداوا يكونوا عندنا اقليه، بنقول عليها اقليه عرقيه. كل ده هتعرفه باذن الله في الدرس ده. ايضا في الدرس ده هنتكلم عن مشكله الهجره،
واللي هي طبعا برضو لا خلاف عليها في امتحانك، واللي تقريبا اصبحت موجوده في كل الامتحانات، سواء كان جت تقريبا في 25 جت في 24 وهتيجي في 26. مشكله الهجره هي مشكله يعني تنال من العالم كله، الدول كلها عندها هس من الهجره اصلا، سواء كانت طبعا الهجره الشرعيه او الغير شرعيه. نبدا نعرف اضرارها، ونبدا نعرف ازاي الدول بتحاول ان هي تتخلص بمعنى اصح من سلبيات الهجرات يا شباب. وده بالنسبه لي طبعا الوحده الثانيه في منهجك. بعد كده بقى ايه؟ خلصنا. انا بقول لك والله انت خلصت وحده اولى وثانيه، اكتر من تلتين المنهج خلص. اتبقى لك وحدتين، هما ناس كتير هتقول لك تقال. عارف تقال ليه؟ لان دايما كل المجهود بيتبذل على اول وحدتين، يسيب لك الوحده الثالثه والرابعه يقول لك يا عم ده كل وحده درسين يا عم، نبقى نذاكرها بالليل يا اخر بص اللي هو ايه قبل الامتحان بيومين، ولا اقول لك ليله الامتحان نذاكر الوحدتين دول. يجي يتصدم ان في معلومات او في مصطلحات، ايه ده؟ نظام عالمي جديد، ايه ده؟ تكنولوجيا، ايه ده؟ دول ناميه، ايه ده؟ مين الناس دي؟ بيبدا ان هو يخش يندرج في بنود هو ما سمعش عنها طول الايه؟ طول السنه، لكن انت ذاكرت، راجعت، اشتغلت، حليت، ولا هيكون عندك اي مشكله في اي وحده ولا في اي درس. طب تعالى اقول لك سريعا ايه الوحدتين دول بيتكلموا عن ايه. مبدئيا انا عندي وحده التكتلات الاقتصاديه والاحلاف العسكريه، هي عباره عن درسين. درس انا بسميه هو عباره عن حاجه او تكتل بيحصل بين دولتين او شخصين. اعتبروا ان انتوا الشخص ده هرسمكم اهو، تمام، وانا الشخص ده اهو، تمام. احنا الاثنين حطينا ايدينا في ايدين بعض اهو علشان نعمل ايه؟ علشان نعمل فلوس. هما بيرسموا الفلوس ازاي؟ كده كده، اعتبر ان دي فلوس خلاص. فبنبدا ان احنا نعمل ايه؟ نعمل تكتل بيننا وبين بعض علشان ننتج فلوس او يكون عندنا قوه اقتصاديه اعلى. في الدرس ده هتبدا تعرف ايه تعريف التكتلات الاقتصاديه العلمي، ليه بتحصل تكتلات اقتصاديه، ايه فوائدها، ايه العوامل اللي بتخليك تخش تكتل اقتصادي، وبتبدا تدرس الكلام ده كله. بعد كده هتنتقل الى بند حمايه الفلوس، الا وهي فكره الحلف العسكري. انا دلوقتي حطيت ايدي في ايديكوا عشان نعمل فلوس، طيب مين اللي هيحمي الفلوس؟ برضه احنا. وعلشان نحمي فلوسنا لازم برضه نبقى قوه، نعمل حلف عسكري، نحط الجيشين على بعض. وهنبدا ناخد في الدرس ده طبعا مثال للاحلاف اللي نجحت زي حلف الشمال الاطلسي الناتو، والاحلاف اللي سقطت زي حلف وارسو، ونبدا نتكلم برضه عن اهميه الاحلاف وليه بتتعمل وما الى ذلك يا شباب. وده كان بالنسبه لي الوحده الثالثه. ثم هناتي الى وحده العلاقات الدوليه والنظام العالمي الجديد، واللي هي برضه لا غنى عنها في امتحانك. في الوحده دي الجغرافيا قعدت فاضيه كده، بص اللي هو ايه، قعدت كده الجغرافيا بدات كده ايه، هي فاتحه قدامها طبعا انظمه الجي اي اس وما الى ذلك والدراسات، بدات تدرس هي كل دوله بتعمل علاقه مع الدوله الثانيه ليه. وما اكتفتش بده، ده قالت لك لا ده انا عايز اعرف بقى امتى اول علاقه دوليه حصلت في التاريخ، وحصلت ليه، وكيف تطورت العلاقات الدوليه، وكانت عامله ازاي زمان وبقت عامله ازاي دلوقتي. كل ده هتدرسه في درس ماهيه العلاقات الدوليه. ثم هتاتي الى اخر درس في منهجك، واللي بيتكلم طبعا عن اللي ما يتسموش، اللي هم انتجوا لنا او فرضوا علينا النظام العالمي الجديد الذي يطلق عليه بمعنى اصح الرأسمالية، اللي هو الجري ورا المال، السعي نحو المال فقط لا غير. مفيش حاجه اسمها مبادئ، مفيش حاجه اسمها دين، مفيش حاجه اسمها اخلاق. انت يا باشا فين مصلحتك؟ فين اللي هيجيب لك قرش؟ اجري وراه. ده النظام العالمي الجديد. لكن في الدرس ده هو بيلبسه بدله وجرافطه، بيخليه شياكه، بيقول لك اصل فوائد النظام العالمي الجديد، اصل الدول الناميه لازم مش عارف تعمل ايه، اصل بص لازم كل الناس دلوقتي يبقى عندها اقتصاد قوي ومش عارف ايه. لكن تلاقي حد بيكلمك عن مبادئك، حدث ولا حرج. مبادئ ايه يا عم؟ دور على الفلوس، فين مصلحتي؟ اجري وراها. طبعا في الدرس ده هنتكلم برضو عن الولايات المتحده الامريكيه، اللي هي كانت يعتبر من عندها اتولد النظام العالمي الجديد، وكيف فرضته على العالم، وازاي فرضته على الدول الناميه، او بمعنى اصح ازاي الولايات المتحده حكمت العالم بالنظام العالمي الجديد يا شباب. ده محور دراسه منهجك، ودي الوحده الرابعه، وده منهج الجغرافيا السياسيه بالكامل. والله ايا كان المصطلحات اللي انت سمعتها ممكن تكون مجعلصه على عقلك او على بمعنى اصح استيعابك، ولكن كل درس من الدروس اللي انا قلتها دلوقتي دي اسهل من اللي قبله واسهل من اللي بعده. بايه؟ بالحل، بالشرح الكويس، بالمذاكره. هتوصل باذن الله انك تكون عندك 40 درجه في ماده الجغرافيا السياسيه. ده بالنسبه لبند منهجك. وتعالى ننتقل على البند الثاني، الا وهو اهم المصطلحات باذن الله اللي هتساعدني في حل نظام الاختياري. ولكن قبل ما اخش في المصطلحات لازم اعرفك الاول
هو ايه مفهوم الجغرافيا السياسيه، علشان وانا بعرفه لك هقول لك على شويه معلومات مهمه جدا جدا جدا. المعلومه الاولى اللي هي كل المعلومات يعتبر، الله يكرمك وانت بتذاكر اي ماده حاليا بالذات المواد الثقافيه، مفيش حاجه اسمها معلومه اسرائيليه، مفيش حاجه اسمها سطر مش مهم، مفيش حاجه اسمها الدرس ده مش جاي في الامتحان. ارمي الكلام ده على جنب. ليه؟ في النظام الاختياري اللي امتحانك اتحول له، الموضوع بدأ يخرج من اطار ان الحته دي جايه والحته دي مش جايه. طب يا كابتن ده احنا سمعنا عنك كلام كتير قوي ان انت بتتوقع اسئله كتير جدا في الامتحان. ده الحمد لله بيكون ايه؟ انت قلت اهو توقع. ده ايه؟ ده يعني بمعنى اصح اللي هو ايه؟ حاجه 50-50، يا تيجي يا ما تجيش. طب على اي اساس بنتوقع؟ زي ما قلت لك على اساس الاحداث اللي بتجري حواليا، على اساس يعني بمعنى اصح الواحد برضو بيكون مقرب من اللي بيحطوا الامتحان، بيكون عارف الدنيا بتدور ازاي ماشيه ازاي، فبنتوقع ويا بتصيب يا بتخيب. الحمد لله هي بقى لها اكتر من 3-4 سنين بتصيب، تمام، بس الله اعلم. كل سنه وانا بتوقع في محاضره التوقعات الفجريه قبل ما تنزل امتحانك، قبل ما ينزلوا بعد ما اخلص التوقعات اقول لهم وارد جدا كل اللي انا قلته ده ما يجيش. ليه؟ لان مش انا اللي حاطط الامتحان، ولكن انا بتوقع من شغلي، من دراستي للماده، من فكره الامتحانات السابقه، من فكره الدماغ اللي بيحط الامتحان، ببدا ان انا احط توقعات. ولكن الاساسي ان المنهج كله موجود. ليه؟ اصل انا حطيت المنهج ليه؟ عشان اذاكره. فوانت بتذاكر مفيش حاجه اسمها كلمه مش مهمه. وتعالى بقى نتعرف على تعريف الجغرافيا السياسيه، واللي هي فرع من فروع الجغرافيا البشريه. امسك عندك اول حاجه واول معلومه. مبدئيا لازم تعرف ان الجغرافيا الكبيره اللي بيدرسوها في الجامعات اللي احنا درسناها بتنقسم الى حاجتين: جغرافيا طبيعيه اللي هي زي جغرافيا البحار والمحيطات والجو والكلام ده كله، وجغرافيا بشريه اللي بيندرج تحت بندها جغرافيا السياسه اللي هي عندك في المنهج، جغرافيا الاقتصاد، جغرافيا السكان، وفروع كتير جدا جدا جدا. فلازم تعرف ان بند الجغرافيا السياسيه فرع من فروع الجغرافيا البشريه. طب يا جغرافيا هتهتم بايه؟ قالت لي انا هدرس المقومات الطبيعيه والبشريه اللي بنقول عليها المقومات الجغرافيه للدوله. يعني انا همسك الدوله ادرس كل حاجه تخصها، اي حاجه الدوله عايزه يا باشا تعرفها عند كتب الجغرافيا السياسيه موجوده. قال لي كمان الجغرافيا مش هتكتفي بان هي تدرس مقومات طبيعيه وبشريه للدوله، دي هتدرس التنظيم الداخلي لكل دوله. مستر يعني ايه التنظيم الداخلي؟ الحكومات. هو حكومات الدولة أو حكومات كل دولة بتدير الدنيا إزاي؟ أصل بص، في حكومات بنطلق عليها بند الشفافية، اللي هو واضحة جدا. لو حصلت كارثة في الدولة، وانت خدت الكلام ده تقريبا في ثانية ثانوي مع تجربة البرازيل، لو في يا باشا كارثة في الدولة هنقول للشعب يا جماعة والله احنا لو انت بتاكل فرخة في اليوم كل نص فرخة. يا جماعة الله يكرمكم اللي كل يوم مثلا بيشرب لترين مية يشرب لتر. ليه؟ عندنا مشكلة هيحصل مجاعه الفتره الجايه لازم نستحملها. في حكومات بتعتمد على المبدا ده، وعلى فكره بينجح. ليه؟ لان الشعب بيبدا يشوف ان هو مطلوب منه يساعد دولته، فبيبدا ان يكون في ايه؟ تواصل ما بين الحكومات وما بين الشعوب، والدول بتبدا تقف على رجليها من جديد بسبب البند ده يا شباب. اما طبعا عن فكره الحكومات اللي هي، ولا بلاش نكمل الحته دي، تمام؟ يعني مش عايزين نخش في البند ده الله يكرمكم عشان نكمل السنه على خير، تمام؟ واتفقنا انه تنظيمها الداخلي وتاثير ذلك في قوتها السياسيه ووزنها السياسي. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مش هقعد فاضي ادرس مقومات دوله طبيعيه وبشريه وتنظيم داخلي على الفاضي، لا يا عم، ما انا بدرس عشان اعرف انت قوي ولا ضعيف. يعني انا دلوقتي جيت قفشت مميزات وعيوب مستر بدر، طب انت يا عم ماشي فوق دماغي، ادي المميزات وادي العيوب، ايش استفدت؟ عرفني بقى مستر بدر قوي ولا ضعيف. يعني تيجي تقول لحد مثلا اخد مع مستر بدر ولا لا، يروح قايل لك والله مستر بدر مش ده المميزات دول عيوب، ويمشي ويسيبك. طب يا عم انا سالتك سؤال محدد، هاخد معاه ولا مش هاخد معاه؟ يقول لك والله ما اعرف. الجغرافيا ما بتعملش كده. الجغرافيا يا باشا بتدرس مقاومات طبيعيه وبشريه، عيوب ومميزات، وبتقول لك في النهايه الدوله دي ايه عوامل قوتها وايه عوامل ضعفها، واذا كانت الدوله دي تقدر تبقى قويه على مسرح السياسه العالمي ولا لا. وهو ده اصلا محور الموضوع، اللي هي الدوله قويه ولا لا، الدوله دي تقدر ان هي تعمل علاقات دوليه كويسه ولا لا. يعني مثلا اخيرك خيار بسيط جدا جدا جدا، تعمل علاقه مع دوله نيوزيلندا. لو انت ربك رزقك وبقى عندك دوله، احلم عادي بقيت رئيس دوله، وجيت اتحط قدامك ملفين: ملف علاقات دوليه مع دوله نيوزيلندا، وملف علاقات دوليه مع دوله الصين. مبدئيا نختار نيوزيلندا حمار، ماشي؟ ما تزعلش مني، ماشي؟ لان نيوزيلندا ما تعرفش دوله نيوزيلندا دي فين مبدئيا، تمام؟ لسه تعرفها دلوقتي. فانت هتختار ايه؟ الصين. طب يا عم يا اللي اخترت الصين، مع اني اراهن ان حد اختار الصين، اخترتها ليه؟
ايوه جاوب، والله انا ساكت عشان تجاوب. برافو عليك يا مستر، الصين معاها فلوس. في ناس كتير منكم قالت كده، اصل هي قوه اقتصاديه، اصل هي عندها عدد سكان كبير، اصل الصين مساحتها كبيره. فببدا ان انا اشوف ايه الصين بسبب العوامل دي. انا رحت عملت معاها علاقه دوليه. كل ده بعرفه منين؟ من الجغرافيا. كل ده بعرفه منين؟ من علم الجغرافيا السياسيه. فهي مفروع او فرع من فروع الجغرافيا البشريه. هيهتم بدراسه المقومات الجغرافيه طبيعي وبشري للدوله، هيهتم بالتنظيم الداخلي للدوله، وهيهتم بتاثير كل الحاجات دي في قوتها الدوليه او وزنها السياسي وعلاقتها مع باقي دول العالم يا شباب. وده بالنسبه لمفهوم الجغرافيا السياسيه. ونيجي لاهم المصطلحات اللي هتساعدك باذن الله في حل النظام الاختياري. نبدا باول مصطلح عندنا وهو الانثوجرافي، وبنقول عليه برضو الانثوغرافي، يعني بالغين او بالجيم، احيانا هتشوفها في الاسئله كده. طب معنى كلمه الانثوغرافيا ايه؟ انا قلتها لك من شويه على فكره، اللي هي اللغه والدين او بند الحضاري. يعني ايه يا مستر اللغه والدين؟ هي بتجي لك عموما في المنهج كله في حاجه واحده بس اسمها الحدود الانثوغرافيه، اللي هي حدود اللغه والدين، اللي هي بمعنى اصح حدود رسمت ما بين الدول طبقا ان اللغات مختلفه، وده هتعرف معناه على مدار المنهج. او حدود رسمت ما بين الدول زي مشكله كشمير واللي هتعرفها على مدار المنهج بسبب عامل الدين. تمام؟ ده كان بيحصل زمان بقى ايام ما كانت الناس بتغير على دينها وبتخاف على مبادئها. تاني حاجه عندنا هي المورفولوجيا، وده معناه شكل الدوله ومساحتها. يعني ايه شكل الدوله ومساحتها؟ انا دلوقتي هسالك سؤال بسيط جدا جدا. هل شكل دوله كندا شبه دوله البرازيل؟ طب يا عم هل مصر نفس مساحه روسيا؟ اهو قدام حضرتك. طب يا عم الصين قد منغوليا؟ يا مستر لا، كل دوله ليها شكل، كل دوله ليها مساحه. فخلي بالك ان عموما في بند المساحه انت هتتكلم عن المساحه الصغيره والكبيره، مميزات وعيوب، وفي بند الشكل هتبدا تاخد اشكال للدول. فانت عندك شكل مندمج ذو بروز بنقول عليه، او عفوا شكل مندمج بنقول عليه شكل ابن الناس. عندك شكل بري مجزأ، شكل بحري مجزأ، عندك شكل جيبي. كل ده تبدا تتكلم عنه وتعرف امثله الدول بتاعته يا معلم. بعد كده هيكون عندنا مصطلح اسمه الديموغرافيا، وده مصطلح مهم جدا 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 عندك، وهو معناه السكان او حجم السكان وخصائصهم زي ما احنا لسه متكلمين عنهم من شويه. عندي كمان الايديولوجي وهو له علاقه بالفكر والتكنولوجيا يا شباب. عندي الجيومورفولوجي وهو سطح الارض او علم الطبقات، اللي هو اصعب منهج جغرافيا انشأوه على مر التاريخ اللي انت درسته طبعا في اولى ثانوي، ولكن المصطلح ده مش مهم عندك قوي في منهج الجغرافيا السياسيه. عندي كمان مصطلح الديكتاتوريه وهو الحكم المطلق المستبد. مثال محمد علي اللي عندنا في التاريخ ان هو طبق نظام الاحتكار، الكلمه ليا محدش يقدر يتنيها، انا اللي اقول انا اللي اعمل ومحدش ليه اي يا باشا بص قرار فوق قراري. ده الديكتاتوريه. لكن عكسها ايه بقى؟ الديمقراطيه وهو حكم الشعب لنفسه وبنفسه، ان انت تشارك في انتخابات، ان انت تختار الناس اللي بتمثلك، وان انت تبدا تشارك الدوله في القرارات بتاعتها. عندي كمان تعريف القاسم المشترك اي التشابه، يعني حاجتين متشابهين مع بعض يا شباب. عندي الموقع الاستراتيجي اي الموقع العسكري الهام، او الموقع اللي بيتحكم في مدخل او مخرج منطقه مهمه زي مضيق جبل طارق، باب المندب، مضيق هرمز، قناه السويس. كل دي مواقع بنقول عليها مواقع استراتيجيه. عندي مصطلح التجانس والتشابه ايضا والتماثل، يعني برضه حاجتين بيتشابهوا. عندي كمان الملاحه وده مصطلح مهم جدا جدا، وهي حركه السفن. في ناس كتير جدا بتلخبط في المصطلح ده. يعني ايه ملاحه؟ يعني حركه السفن. الملاحه البحريه حركه السفن في البحر، لا سفينه بتبحر في البحر. طب الملاحه النهريه حركه السفن في النهر، وهكذا. عندي كمان تعريف المعوقات او مصطلح المعوقات وده مصطلح مهم، وهي طبعا الصعوبات، وبتيجي دايما مع كلمه معوقات الدوله او الصعوبات اللي بتواجه الدوله يا شباب. عندي كمان مصطلح التباين وده مصطلح مهم جدا جدا، الا وهو الاختلاف. وركز في الحته دي، تباين يعني اختلاف، تباين يعني اختلاف. عندي كمان السلطه التنفيذيه يعني الحكومات، وخلي بالك دايما السؤال بيجي كلمه سلطه تنفيذيه، ما بيجيش يقول لك الحكومات عشان يلخبطك. فخليك عارف ان السلطه التنفيذيه معناها الايه؟ معناها الحكومه. عندي المواقع الهامشيه هي المتطرفه على الخريطه، زي مثلا ان لم تكن دوله نيوزيلندا. اديني هعرفك على نيوزيلندا دلوقتي اهو، موقعها ايه؟ هامشي متطرف على الخريطه، على عكس مثلا موقع مصر المتمركز بين 3 قارات العالم القديم. اهو تعريف الموقع المركزي برضو اي التوسط على خريطه العالم. طبعا تعريف المنظمه الدوليه والمنظمه الاقليميه مهمين جدا 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 وبيلخبطوا قوي. ليه؟ بص يا معلم، معنى كلمه منظمه دوليه يعني عباره عن حاجه هيشارك فيها كل دول العالم، زي منظمه الامم المتحده. في 193 دوله
تمام، الحمد لله كتبتها صح عشان ماليش في الرياضه. 193 دوله مشتركين في منظمه الامم المتحده اللي هي تعد منظمه دوليه. على وجه التعديل 193 مصدقين على امريكا. امريكا عملت كده هم كلهم يعملوا كده، امريكا عملت كده كلهم يعملوا كده، ما عدا طبعا فلسطين والفاتيكان برضو. بس طبعا فلسطين كلنا عارفين الاسباب ليه هي مش ذات عضويه كامله في الامم المتحده، بسبب اللي بيحصل فيها. طبعا ربنا يحررها باذن الله عاجلا ام اجلا، وده بالنسبه لفكره المنظمه الدوليه بيشترك فيها كل دول العالم. طب المنظمه الاقليميه مسؤوله عن اقليم معين، زي مثلا تعالى راحت فين الخريطه، زي اقليم مثلا الدول العربيه، الجزئيه دي تمام شغال معانا، اللي هي جزئيه الايه؟ جزئيه الدول العربيه، الوطن العربي. بنبدا ناخد جزئيه الوطن العربي كلها بنقول عليه ايه؟ جامعه الدول العربيه. فدي بالنسبه لي بتبقى منظمه اقليميه. يبقى الفرق بين المنظمه الاقليميه والدوليه، الدوليه تشمل كل دول العالم، الاقليميه جزء من العالم. برافو عليك. عندي كمان مصطلح الكتله الشيوعيه والكتله الراسماليه، مش عارف ازدواجيه جت في النص ما بينهم ليه. طبعا الكتله الشيوعيه اللي هي الاتحاد السوفيتي. الكتله الشيوعيه دول ان هم الناس اللي كانوا بيحاولوا يخلوا العالم ذو مبادئ، وده تعرفه على مدار المنهج. ولكن يا مستر طب هم كانوا بيحاولوا يخلوا العالم ذو مبادئ، سقطوا ليه؟ علشان حاولوا يغيروا مبادئهم، حاولوا يندرجوا تحت بند الرأسمالية، وده تعرفه في منهجك بإذن الله. طبعا الكتلة الرأسمالية الولايات المتحدة الأمريكية، ربنا ماشي مش مهم نكمل. الولايات المتحدة اللي هم طبعا زعماء العالم بمعنى أصح، أو اللي بيديروا العالم بالشكل الرأسمالي. الازدواجية يعني إن حاجة بيكون لها شكلين، صاحبك اللي بوشين اللي ما بيحبلكش الخير ده بتقول عليه مزدوج يعني بوشين. عندي كمان مصطلح التضاؤل، يقل أو ينقص. التمحور وده مصطلح مهم جدا جدا جدا، أي التمركز في منطقة معينة. ومعنى كلمة تعزيز يعني تشجيع وتحفيز، إن أنا بشجعك وأحفزك إن أنت تعمل شيء معين. يجي بقى الاستكمال بقى المصطلحات بتاعتنا يا شباب. عندي التناقض يعني العكس، يعني شيء عكس شيء. الشفافية يعني الوضوح، وده قلناه بتمتاز به الحكومات الناجحة. عندي التبعثر يعني الانتشار يا شباب، منتشرة. تمام. عندي طبعا السلطة التشريعية يعني البرلمان ومجلس الشعب اللي هي انتخاباتها دايرة حاليا الأيام دي. طبعا السلطة القضائية اللي هي المحاكم اللي بيصدر من خلالها القوانين. وزي ما قلت لك فوق السلطة التنفيذية الحكومات اللي هي بتنفذ القرارات يا شباب، او اللي مسؤوله عن تنفيذ الاحكام والكلام ده كله. عندي كمان مصطلح الجي اي اس والجي بي اس. طبعا الجي بي اس واضحه ليك، نظام تحديد المواقع اللي انت بتمشي على تليفونك بيه. طب الجي اي اس يا مستر معناه ايه؟ بشكل سهل جدا. عارف مساحه التخزين اللي على تليفونك؟ انت دلوقتي لو صورت صوره، الصوره دي بتروح فين؟ لمساحه التخزين اللي موجوده على التليفون، ده نظام الجي اي اس. ولكن طبعا ده بيبقى اكبر بكتير جدا 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 مما تتخيل، لان هو نظام بيسجل معلومات كل دول العالم، وبيطلق عليه طبعا نظم المعلومات الجغرافيه. نيجي بقى للعلاقات الطرديه والعكسيه. يعني ايه علاقه طرديه؟ يعني احنا الاثنين ماشيين كده اهو، بنطارد بعض، انا بجري وانت بتجري ايه؟ جنبي، وده اللي احنا هنعمله في المنهج. مفيش حاجه اسمها ان انا امشي في الدروس وانت سايبني لسه في درس تمهيدي، احنا مع بعض خطوه بخطوه. طب العلاقه العكسيه، ابقى انا بشرح في الدرس التمهيدي او عفوا بشرح في الدرس الثاني من الوحده الاولى وانت لسه بتسمع المحاضره التاسيسيه. انت كده انت ممكن، ده وارد والله عادي جدا. تمام. فدي علاقه عكسيه، احنا الاثنين عكس بعض، زياده جزء وتناقص في الجزء الاخر. طبعا مصطلح الدولة هي مصطلح او بيندرج تحت بند الوحدة السياسية او الكيانات السياسية. وخلي بالك لو عايز يسألك في الامتحان في سؤال اختياري بيجيب مصطلح الوحدة السياسية والكيان السياسي وليس مصطلح الدولة يا معلم. نيجي كمان لمعنى تقترن يعني تشترك، يعني بيشتركوا هما الاثنين في شيء. يعزى او يعزي معناه يرجع الى، يعني شيء بيرجع الى زمن معين او الى شيء معين. طبعا تفتقد يعني لا يوجد فيها اي شيء. معنى كلمة الامتزاج يعني فكرة الاختلاط، اتنين بيختلطوا ببعض. طبعا التداول دي مسؤولة عن مصطلح التكنولوجيا ومعناها الانتقال. وطبعا السيادة هي سلطة الدولة والقوة السياسية ومدى القدرة على فرض الحكومات السلطة على الدولة يا شباب. ونيجي لتعريفين انا شايفهم مهمين جدا جدا سواء في الجغرافيا او في التاريخ. ليه؟ القرن والعقد دايما بيلاقوا ناس كتير جدا، انا مش عارف القرن احنا في القرن الكام، طب القرن بيتحسب ازاي؟ طب ايه الفرق بين الاثنين؟ تعال عشان افهمك بالظبط. مبدأ انا يا معلم لازم تعرف ان القرن 100 سنة. القرن كام سنة؟ 100 سنة. الاهم جاي بقى، القرن ال19 بدأ من عام 1800 انتهى معاك عام 1900. القرن ال20 بدأ من عام 1900 انتهى معاك عام 2000. القرن ال21 اللي احنا عايشين فيه بدأ من عام 2000 وهينتهي عام 2100. دي تقسيمة القرون. طب العقود، العقد 10 سنوات،
يبقى اذا القرن فيه كام عقد؟ فيه 10 عقود، 10 في 10 ب100. فاذا يقسم القرن الى 10 عقود، فمثلا العقد الاول يبدا في السنه الاولى من القرن وينتهي في السنه العاشره من القرن. مش فاهم حاجه؟ ما طبيعي، ما دي احصاء، ما انا ماليش دعوه بيها، بس هقول لك. انا مثلا عايز احسب العقد الاول من القرن 19، يبقى من 1800 الى 1810. يلا يا عم اهو، بس اول 10 سنين. طب تاني العقد الثاني من 1811 ل 1820، وهكذا، سواء كان بالنسبه للقرن 19 او ال20 او ال21 يا معلم. وده بالنسبه للقرن والعقد والفرق ما بينهم، واهم المصطلحات اللي هتساعدك باذن الله في حل انظمه الاختياري يا معلم. ونيجي بقى لاهم الخرائط او اساسيات خريطه العالم السياسيه. مبدئيا، او مش مبدئيا، خليني اقول لك المعلومات دي عشان تكمل المحاضره في الاخر، عشان انا عارف لو سمعت المعلومات دي هتقوم تمشي. تعالى الاول كده ناخد اساسيات الخريطه، حاجات بسيطه جدا المفروض تكون واخدتها من رابعه ابتدائي، بس انا متاكد ان انت في حاجات فيها مش فاكرها. اول حاجه طبعا انا عندي تقسيمه القارات، فعندي طبعا دي قاره اسيا اللي باللون الاصفر، عندي قاره اوروبا في هذه الجزئيه، عندي قاره افريقيا في هذه الجزئيه، عندي طبعا هنا تحت استراليا، عندي هنا امريكا الجنوبيه، وعندي هنا امريكا الشماليه. سريعا كمان نقسم العالم الى قارات عالم قديم وجديد. طبعا ايه قارات العالم القديم؟ اللي هي اكتشفناها من زمان جدا جدا، اللي هم الثلاث قارات، اسيا، افريقيا، اوروبا، اللي هم في هذه الجزئيه من خريطه العالم يا معلم. طب قارات العالم الجديد، استراليا والامريكتين، امريكا جنوبيه وامريكا شماليه. نيجي كمان لاستكمال تقسيمه الخريطه، وهي فكره التقدم والنمو. الخريطه بتتقسم عندك، والحته دي مهمه جدا جدا، الى عالم متقدم وعالم نامي. كل اللي بالاخضر عالم متقدم بيشمل جميع الدول اللي قدامك، وكل اللي بالابيض، بس معلش خلينا نلون مصر بس الله يكرمك، عشان انا عايز اكمل حياتي هنا، عشان احنا جوه مش هنعرف نصور. نحتسب مصر دوله متقدمه، ايه يعني يا عم؟ يعني هم اللي فوق كلهم متقدمين؟ اهو خلاص خلي مصر معانا دوله متقدمه. فهنلاقي دلوقتي ان كل الاخضر زي قاره اوروبا بالكامل، قاره اسيا بالكامل من ضمنها الصين طبعا، استراليا كمان يا شباب، والامريكتين او عفوا امريكا الشماليه كلها طبعا بما فيها الولايات المتحده الامريكيه والمكسيك وكندا، او كندا والولايات عموما، المكسيك يعتبر مش دوله متقدمه. كل دول بنحتسبهم دول ايه؟ متقدمه. اما عن جزء كبير جدا من افريقيا، او تقريبا كل افريقيا، هي دول ناميه. امريكا طبعا اللاتينيه او امريكا الجنوبيه بما فيها طبعا جزء الهند واندونيسيا والكلام ده، بيحسبوا ان هم لسه دول ناميه، ولكن في دول من دول في السكه ان هم يتقدموا. لازم تعرف معلومه مهمه جدا برضو، الا وهي ان جنوب افريقيا اللي في الجزء الاخضر ده هي دوله متقدمه. يا مستر دي في افريقيا، عندنا دوله متقدمه في افريقيا؟ ليه؟ جنوب افريقيا اقتصاديا هي دوله قويه جدا، عاليه قوي في رتم الاقتصاد، عندها تقريبا يعني بص لو قعدنا نحسب جنوب افريقيا دي مش مهم عشان ما نحسدهمش، ولكن هي يعتبر الدوله الاقوى اقتصاديا حاليا في افريقيا بعد مصر. مصر دي ام الدنيا ما نقدرش نتكلم، فتيجي جنوب افريقيا بعد مصر. عندي كمان من ضمن الاساسيات اللي لازم تكون عارفها ان المحيط الهادي عند حضرتك في الجزئيه دي وفي الجزئيه دي. يبقى هو جه شاور لي هنا اهو في الحتت دي كده كلها وقال لي ده المحيط الايه؟ اقول له الهادي. طب جه شاور لي هنا في الجزئيات دي كلها وقال لي ده المحيط الايه؟ اقول له الهادي. طب شاور لي في اي جزئيه ما بين الجزئيتين دول، ده الهندي. تاني شاور لي في اي جزئيه ما بين الجزئيتين دول، ده الهندي. طب ما بين السبعتين اهو ما بين الجزئيتين دول، برافو عليك، محيط اطلسي او اطلنطي. وده بالنسبه لتقسيمه العالم المتقدم ونامي، واديتك برضو المحيطات مع اني كنت هقولها في الاخر بس مش مهم، اديني قلتها لك عشان واضحه. ونيجي بقى لتقسيمه الكره الارضيه، وعلى اي اساس، او تقسيمه الخريطه عموما، وعلى اي اساس يتم تقسيم الخريطه. ركز معايا الله يكرمك. مبدئيا انا عايز اقسم الخريطه دلوقتي اهو، اخلي جزء هنا في الشمال وجزء هنا في الايه؟ في الغرب. تمام؟ ازاي ايه جزء في الشمال والغرب؟ استغفر الله العظيم. عايز اخلي جزء في الشرق وجزء في الغرب. هعمل ايه؟ هروح جايب شادة خط الطول الرئيسي جرينتش. يبقى انا خلي بالك اللي بيقسم لي الكره الارضيه الى جزء شرقي، القلم ده هيشلني والله العظيم هيجيب لي شلل، تمام؟ والى جزء غربي هو ايه؟ خط الطول الرئيسي جرينتش. بشد الخط كده من على اطراف افريقيا اهو، الجزء الحته النونو كده بتاعت افريقيا دي، خد كلها انت، تمام؟ فهي في الجزئيه دي، وببدا اشد خط الطول جرينتش واقسم لنصف الكره الارضي الشرقي ونصف الكره الغربي. يبقى خلي بالك كل ده بما فيه الامريكتين نصف كره ارضي غربي، وكل ده بما فيه معظم افريقيا ومعظم اوروبا واسيا واستراليا، كل ده يصنف ان هو نصف كره ارضي ايه؟
شرقي. طب مستر بقى عايز اقسم شمال وجنوب فوق وتحت، تعالى زي ما قسمنا الشرق والغرب على اساس خط الطول الرئيسي، هنقسم الشمال والجنوب على اساس دائره العرض الرئيسيه، الا وهي دائره الاستواء او ما تعرف بخط الاستواء. طب بشد خط الاستواء من هنا يا مستر عشان اعرف، باجي كده فوق من عند امريكا الجنوبيه الحته النونو دي، وببدا احط النقطه بتاعتي واشد الخط بتاعي بالكامل على توازي واحد، الا وهو خط الطول او عفوا دائره الاستواء او دائره العرض الرئيسيه للاستواء. ببدا اقسم، طبعا كل اللي فوق عند حضرتك ده هو نصف كره ارضي شمالي، كل ده الجزء الشمالي، وتحت طبعا كل ده ما فيه استراليا او نص افريقيا او امريكا او معظم امريكا الجنوبيه، ده نصف الكره الارضي الجنوبي يا شباب. وده بالنسبه للجهات الرئيسيه، شمالي جنوبي وشرقي وغربي. طب يا مستر الجهات الفرعيه بتتقسم ازاي او اعرفها ازاي؟ تعال اقول لك الجهات الفرعيه على خريطه العالم السياسيه نفسها، تمام، اللي هي موجوده، وبعد كده طبعا هنندرج الى بند اهم الدول بتاعتك والحاجات دي كلها. طيب احنا اتفقنا ان احنا دلوقتي خلاص، تعالى بس نصغر الدنيا شويه عشان تكون كل حاجه واضحه بالنسبه لك. اتفقنا دلوقتي ان احنا دلوقتي هو عندنا ده خط الاستواء اهي، دائره الايه؟ دائره الاستواء. خلينا نعمل ايضا خط الطول الرئيسي جرينتش، احنا قلنا هناكل جزئيه كده من افريقيا صغنونه، فخلونا نطلع كده الخط اهو ونعمل ده خط ايه يا معلم؟ ده خط جرينتش، او ممكن نخش سنه شويه لجوه، لا ده مش خط جرينتش، انا هرسمك صح والله، استنى بس تعالى اهو، خلونا ناخدها كده من الجزئيه دي اهي. خلاص ده كده خط الطول الرئيسي ايه؟ جرينتش يا معلم. احنا قسمنا بكل سهوله شمالي جنوبي شرقي غربي. نبدا بقى ناخد الفروع او الجهات الفرعيه، استنوا نجيب القلم الاحمر ونشتغلها. انا عندي جهه فرعيه في هذه الجزئيه اهو، وعندي جهه فرعيه في هذه الجزئيه، عندي جهه كمان فرعيه في هذه الجزئيه، وجهه فرعيه في هذه الجزئيه. مبدئيا عشان اقول الجهه الفرعيه صح، بمعنى اصح كده بدي مقام اكبر للشمال اللي هو الشين اللي فوق والجنوب، يعني من الاخر بذكر اللي فوق او اللي تحت الاول. فلو عايز اتكلم عن هنا يبقى بقول الشمال الشرقي. ببدا منين؟ ببدا من الجهات اللي فوق وتحت، فبقول على الجهه دي ايه؟ الشمال الشرقي. طب انا عايز اعرف الجهه دي هبدا منين؟ اللي فوق واللي تحت، فهقول الجنوبي الايه؟ الجنوب الشرقي. برافو عليك. نفس الفكره الناحيه الثانيه، عايز اعرف الجهه دي، طبعا انا هنا جهه الغرب اهو، فهبتدي بمين؟ برافو عليك، الشمال الغربي، يبقى الجزئيه دي جزئيه شمال غربي. طب عايز اعرف الجزئيه اللي تحت، برضه هبتدي باللي فوق واللي تحت واجيب كلمه الجنوب، وبعد كده اقول كلمه الايه؟ الغرب. هي دي الجهات الفرعيه. بدي مقام اكبر للايه؟ للبسط والمقام، مش عارف بيقولوا ايه في الرياضه، بس ما علينا عشان ماليش في الرياضه. فبدي مقام اكبر للي فين؟ للي فوق واللي تحت. فانا عايز اذكر اي جهه فرعيه، اللي بيجي في دماغي على طول انهي الاول؟ اللي ليهم مقام اكبر، اللي هم اللي فوق واللي تحت. فاجي هنا اقول شمال شرقي، واجي هنا اقول جنوب شرقي، واجي هنا اقول شمال غربي، واجي هنا اقول جنوب غربي يا شباب. وده بالنسبه لي طبعا الجهات بتاعت حضرتك، سواء كانت جهات رئيسيه او جهات فرعيه. ونيجي بقى لبند اهم دول الخريطه، الخريطه الاساسيه بتاعتنا فين؟ اهي. بص يا معلم، مبدئيا الخريطه اللي قدامك دي معموله على نظام منهجك لاي دفعه جايه واي دفعه رايحه. ليه؟ الخريطه دي ما بيخرجش براها الامتحان، لو اتنطط واتشقلب مش هيعرف يخرج براها، مش فهلوه. كل الحكايه ان هي فيها كل الدول المهمه في منهجك او اللي بتتسال عنها بمعنى اصح. اضافه ان انا مش بس حاطط لك كل الدول، لا انا كمان حاطط لك كل دوله بالخصائص بتاعتها في المنهج. ومن هذا المنطلق هقول لك الكلام المهم بقى اللي انا كنت عايز اقوله لك، ان ما ينفعش اقعد اذاكر منهج جغرافيا سياسيه وانا مش معايا خريطه عالم سياسيه. انسى البند ده، البند ده مش موجود. ليه؟ لان انا اي دوله بشوفها في المنهج ببدا اجري على طول. يعني انا مثلا قاعد بذاكر، تقريبا اول دوله تتذكر عندك في المنهج هي دوله فرنسا في بند الدول الوحدويه، فاجري على طول على الخريطه دي فرنسا واعرف مكانها فين واحدد مكانها فين. ابدا امشي شويه في المنهج، هيبداوا يكلموني مثلا عن مصر، فاجري اعرف مصر فين. طب كلموني عن السعوديه، اروح اشوف السعوديه فين. طب انا عايز اعرف فين مثلا الصين، اجري ادور عليها على الخريطه. انا اصلا مش سايب لك بند التدوير ده في الخريطه دي. وخلي بالك ان الخريطه دي باذن الله هتكون مجانا لكل طلاب المنصه بمجرد الانضمام باذن الله. حضرتك في الخريطه دي لو انت عايز اي دوله تدور عليها بتدور على الاسم هنا. فمثلا خلونا ناخد دوله اسبانيا اهو، عشوائي جدا. اسبانيا هتلاقي نازل منها خط صح؟ ده يعتبر التوصيل بتاع اسبانيا اللي هيوصلك لمكان اسبانيا اهو يا معلم على الخريطه. في اسهل من كده؟
ما اعتقدش ان في اسهل من كده يسهل عليك بند مذاكره الخرائط. طب سريعا في كلمتين ونص اهم الدول اللي عندي في المنهج. بص يا عم، خد عندك روسيا، خد عندك الصين، منغوليا، مصر. استنى بس عشان عايز اقرب على افريقيا شويه، عشان هم بداوا يعني افريقيا بدات تخش في بند الخرائط بتاعت الازهر بشكل كبير جدا. خد عندك طبعا بحيره فيكتوريا، دي مهمه قوي قوي. بحيره فيكتوريا دي ركز عليها جدا جدا، موجوده عندك ايه ما بين تنزانيا واوغندا وكينيا. تمام. عندك زامبيا دوله مهمه. طبعا جنوب افريقيا دوله من اهم الدول هي وليسوتو. ايه تاني مهم عندي في منهجي؟ طبعا المغرب، اثيوبيا، تشيلي دي من اهم دول المنهج، وانا توقعي جايه في الامتحان 2026. بقول لك من دلوقتي اهو تشيلي جايه لك السنه دي في الامتحان. تمام. عندك طبعا المكسيك، الولايات، كندا، عندك كمان دوله استراليا، وعندك الهند. ايه تاني يا ربي؟ طبعا قلنا روسيا، قلنا الصين، عندك طبعا فرنسا ده من اول دول منهجك، عندك كمان يا معلم المانيا، وعندك انجلترا في هذه الجزئيه او ما تعرف ببريطانيا، وايطاليا كمان يا معلم، وسويسرا. دول يعتبر من اهم دول منهجك على مدار منهج الجغرافيا السياسيه. عندك ايضا من ضمن البنود المهمه جدا في الخريطه عندك هي فكره المضايق، ودي برضو انا ما طلعتهاش بره الخريطه، موجوده عندك. طبعا مضيق جبل طارق في هذه الجزئيه، عندك كمان مضيق باب المندب اللي هو المضيق العربي الخالص في هذه الجزئيه، زائد طبعا مضيق هرمز عندك في هذه الجزئيه يا معلم. دي برضو من اهم المضايق اللي عندك في منهجك. ايضا مضيق موزمبيق بدا يخش في الاسئله كتير جدا، واللي بيفصل ما بين جزر مدغشقر وباقي قاره افريقيا. طبعا لازم يكون عندك علم ان البحر الاحمر هنا، اعتقد دي معلومات عارفها انت من رابعه ابتدائي، والبحر المتوسط هنا. وزي ما قلت لك برضو ركز على مكان بحيره فيكتوريا. ايضا من البحيرات او الانهار المهمه جدا اللي لازم تعرفها هم البحيرات الخمسه العظمى، وفكره برضو وجود نهر الريو جراند في هذه الجزئيه، او اللي بيدور كتير جدا حواليهم الاسئله في الامتحان. وعلى ذكر الامتحان، هو سؤال الخريطه بيجي ازاي في الامتحان؟ هقول لك بس مش دلوقتي، وتعالى بقى نندرج الى بند هو اصلا نظام الامتحان بتاعي عامل ازاي. ونيجي بقى يا شباب لنظام امتحاننا في 2026 هيكون عامل ازاي. وخلي بالك ان الموضوع ده ثابت معاك، ملوش علاقه بتغيير المنهج، الا بقى لو الجغرافيا كلها اتلغت بعد الشر يعني، يبقى احنا الكلام اللي احنا عملناه ده كله ملوش اي 60 لازمه. طبعا نيجي لاول حاجه وهي فكره الاسئله الموضوعيه، او بمعنى اصح الحاجه اللي اصبحت، استنى نجيب فيه قلم ابيض هنا. تمام. اول حاجه اللي اصبحت 70% من امتحانك يا معلم. مبدئيا انت الموضوع عندك بدا يتحول الى فكره، انا بس بختصرها في فكره بسيطه جدا، ان الامتحان بدا يتحول لفكره التصحيح السهل. ازاي؟ يعني امتحان بالكامل بيتحل في كلمتين ونص. اصل الاختياري ده عباره عن ايه؟ لو مش الف فهي ج، ولو مش د فهي ب. فالموضوع بسيط جدا جدا على المصحح، هو بيشوف كلمه قدامه هي غلط او صح فالموضوع بينتهي. ده اللي بدا يندرج في بند الامتحان. وبدأ النظام الاختياري مؤخرا في دفعة 2024 و25 يميل لأسئلة العام، ولكن احنا الحمد لله زي ما قلت لك بنشتغل كل سنة على نفس النظام اللي انت هتواجهه في امتحانك بإذن الله. انت عندك الأسئلة الموضوعية بتنقسم إلى 4 حاجات. الاختياري من متعدد، وعندك خلي بالك في الازهر الاختياري من متعدد بينقسم الى بندين. بند اسمه اختياري ما بين السطور، بيعتمد على ان واحد جايب المنهج بحذافيره حافظه، مفيش حاجه واقعه منه فبيجاوب بكل سهوله. وبند تاني اسمه اللي هو بمعنى اصح التحليل او التفكير، اسئله التفكير والتحليل. دي بقى اللي بتعتمد بشكل كبير جدا على مهاراتك في الاسئله، او ان انت بتحل اسئله كتير جدا جدا. انا عارف ان بدري نتكلم عن نظام الامتحان، ولكن انا قاصد اعمل ده علشان تبني على ده باقي السنه، سواء كملت هنا، كملت مع فلان، كملت مع اللي انا قلتها لك من الاول. لو لقيته ما بيحلش اسئله كتير سيبه وامشي. لو لقيته ما بيستخدمش كتاب الامتحان ودي كلام اتحاسب عليه سيبه وامشي. هنفتح امتحان السنه اللي فاتت بكل بساطه، تمام؟ معظم الامتحان جاي بالنص من كتاب الامتحان بتاع العام، تمام؟ ده مش معناه ان احنا هنركن المرشد، انا بحل المرشد والمدرسه والامتحان قديم وجديد وكل حاجه، ولكن الفكره ان انا بقول لك انت لو كملت لوحدك تعمل ايه. بند الاختياري بتاع التفكير والتحليل بند مهم جدا، ومش هتعرف تحله ايا كان اني مدرس قال لك طريقته الا لو انت مارسته وبدات تشتغل عليه بشكل كبير جدا جدا. تاني حاجه عندك من الاسئله الموضوعيه وهي صح وخطا مع ذكر السبب، واللي هي بتبقى عباره عن سؤال صح او خطا، بتبدا ان انت تجاوب مع ذكر السبب. والله يكرمك، فلما يكون العباره خطا ذكر السبب مش انك تصححها،
ذكر السبب انك تعامل السؤال كبما تفسر بمعنى اصح، فايا كان تركت العباره صح ولا غلط بتبدا تعاملها على ان هي بما تفسر وتذكر سببها. عندك كمان اذكر المصطلح العلمي، سؤال اصبح مشهور بشكل كبير جدا جدا على مدار السنين اللي فاتت، اللي هو ما يعتبر بالتعريفات، هو بيجيب لك التعريف وتذكر المصطلح بتاعه. وعندك كمان بند الخرائط، وسؤال الخريطه بيجي ازاي. بص يا معلم، الخريطه اللي انت لسه شايفها من شويه عشان مكسل افتحها تاني بصراحه، يا اما هتجيلك كسر افتحها اهو يا عم جبنا لك الخريطه. مبدئيا انت الخريطه عندك بتكون يعني مصنفه لحاجتين، يا اما هيجي لك خريطه للعالم تمام ويبدا ان هو يقول لك حدد عليها الدول او لجزء من العالم عموما، ويبدا يسالك مثلا يقول لك او يشاور لك مثلا هنا، خلينا نجيب القلم في الجزئيه دي، يقول لك دوله وحدويه فتقول له الصين. يجي لك هنا يقول لك دوله كبيره المساحه تقول له روسيا. يجي لك هنا مثلا يقول لك دوله عندها اكتفاء ذاتي رقم 3 فانت تجاوب له كندا. دي طريقه للخريطه، ان هو يحط لك الارقام ويقول لك يا باشا قول لي الدوله دي دوله ايه. في طريقه تانية وهي طريقه الخريطه الصماء، بيسيب لك الخريطه فاضيه تماما ويحط لك عناصر تحت ويطلب منك ان انت اللي تحدد على الخريطه. فيطلب لك تحت يقول لك دوله وحدويه، تروح انت جاي عند الصين وتروح كاتب كلمه الصين وتكتب رقم 1. ده الفرق بين الاثنين وبسيطه جدا. والخريطه عموما سؤال سهل، وزي ما انا قلت لك طول ما انت ماشي معاك خريطه على مدار السنه للعالم السياسيه وانت بتذاكر الجغرافيا ما تشيلش هم اي سؤال في الخريطه في النهايه. وطبعا الحمد لله يعني احنا في الخرائط عاملين غير الورقه دي او غير الPDF ده في ملزمه خرائط كامله لكل خرائط المنهج بانواع الدول بكل ما تتمنى، فما تقلقش من اي بند في امتحانك، انت باذن الله هتوصل معانا لبر الامان يا معلم. ونيجي بقى يا شباب للاسئله المقاليه، وهو البند الثاني من الامتحان بتاعي، واللي هو تقريبا بيكون عندي 30% فقط لا غير. الاسئله المقاليه اللي هي الاسئله المعروفه جدا لحضرتك اللي انت بتمتحن فيها من وانت عيل صغير، اللي هي طبعا بما تفسر، ولكن ركز كويس جدا ان بما تفسر عشان تاخد فيه الدرجه كامله لازم تكتب كلمه بسبب او لان او اي حاجه او حرف اللام او اي حاجه تدل على على التفسير. ده بالنسبه لسؤال بما تفسر بيتحل بسبب او لان او اي حاجه بتدل على التفسير يا معلم. تاني سؤال من الاسئله المقاليه المشهوره جدا وهو ما النتائج المترتبه على، واللي بيتحل عندي بأدى ذلك اللي انا بعمله ده ما علينا الى ادى ذلك الى، لو ادى ذلك الى حدوث هذا الشيء او ما الى ذلك. عندي كمان سؤال اللي هو طبعا سؤال رخم، انا وانا صغير والله كنت بشوف سؤال ما العلاقه ده ما بحلوش في اي امتحان مع اني مقفل جغرافيا، بس ما توقفيش على الواحده تمام. فسؤال ما العلاقه بين هو سؤال بيبان رخم، هو تحس تقيل، كلمه ما العلاقه دي تقيله، ما العلاقه بين، يعني هو سؤال مجعلص ولكن الدنيا بتاعته كلها في كلمه حيث. وجه ربط بين دوله او عفوا بين حاجه وحاجه. يقول لك ما العلاقه بين كابتن بدر وال80 درجه، تقول له حيث ان كابتن بدر يقوم بشرح ماده الجغرافيا والتاريخ وحل الاف الاسئله ومش تبدا تربط وتقول سبب اللي ربط 80 درجه من مجموعك بكابتن بدر. عندي كمان سؤال قارن ما بين، ده سؤال انت عارفه كويس جدا جدا، ولكن عشان تاخد فيه الدرجه كامله لازم تعمل جدول. قارن عشان تاخد فيها الدرجه كامله لازم تعمل جدول. عندي كمان سؤال دلل او ايد او اثبت صحه او خطا العباره، بيجي في كل الصيغ دي، برضو بيتحل بكلمه حيث يا شباب. وسؤال سهل جدا ما فيهوش اي حاجه، برضو البند بتاعه بيكون في قمه البساطه، وباذن الله اصلا هي اسئله المقالي ما بقتش بتبقى او بمعنى اصح ما بتجيش صعبه، لان الصعوبه بتبقى في الاختياري. ولكن مع كابتن بدر باذن الله والله الموضوع هيبقى مختلف تماما. اي حاجه انت خايف منها ما تخافش، انا هنا علشانك، انا موجود هنا علشان خاطر دفعه ادبي، موجود هنا عشان باذن الله اضمن لك 590 درجه مش بس 80 درجه. انا هعمل كل حاجه السنه دي علشانك، ربنا يقدرني عليها، فما تقلقش من بند الجغرافيا والتاريخ نهائيا، انت هنا في المكان الصح باذن الله. وتعالى بقى سريعا كده اكلمك عن تفاصيل المنصه وبعض من الاسئله المهمه اللي بتسالوا عنها في المنصه يا شباب. طيب هو اصلا حجز المنصه بدا ولا لا، واحنا منصتنا اصلا عامله ازاي؟ طبعا الحجز بدا بقى له اكتر من 5 أو 6 ايام، والحمد لله المجاميع الاولى خلاص يعتبر اوشكت على الانتهاء تماما. الافضل انك تبادر في الحجز لان احنا خلاص يعتبر فاضل لنا ايام قليله جدا على البدايه، فلازم تكون باذن الله معانا من الاول علشان نمشي مع بعض على الطريق كده، وما يكونش انا بجري وانت بتجري ورايا، عايزين نفضل مع بعض كده علشان باذن الله خطوه بخطوه نوصل ل 80 درجه
من مجموعك. ولكن الاسئله الاشهر اللي بنتسالها عن المنصه هي اول حاجه شكل محاضراتنا عامل ازاي. مبدئيا حضرتك الكابتن هيكون معاك 4 مرات في الاسبوع، مرتين للتاريخ ومرتين للجغرافيا. شكل المحاضره هيكون عباره عن ان محاضره الشرح هتكون على الشاشه التفاعليه اللي قدامك اللي هي السمارت بورد، وهتنزل لحضرتك في توقيت معين في كل يوم من ايام الاسبوع، وانا هقول لك طبعا الجدول ده بشكل كامل من خلال المنصه. ايضا هيكون عندك كل اسبوع برضه لكل ماده حصه حل، ودي هتكون بث مباشر مع حضرتك على المنصه. حضرتك هتفتح معايا البث المباشر، هيكون مني ليك بمعنى اصح عندك اي سؤال انا هجاوبك عليه في وقته باذن الله، وفي البث ده طبعا هنحل اسئله الواجب والامتحانات وما الى ذلك. كمان بنتسال كتير جدا عن عدد المحاضرات بتاعنا، وزي ما انا قلت لك عدد المحاضرات هم محاضرتين في الاسبوع لكل ماده من مواد الجغرافيا والتاريخ يا معلم. ايضا من ضمن الاسئله المهمه جدا اللي بتجيلنا وهو هل في تيم للرد على الاسئله ولا لا؟ طبعا في تيم، ولكن خلي بالك من النقطه دي ان التيم هيكون باشراف مباشر من الكابتن اللي هو انا. يعني انا لو جبت لك 20 انسان يردوا عليك بشكل مباشر، فانا كده كده هكون مشرف عليهم وشايف كل سؤال حضرتك بتبعته، فكده كده التعامل هيكون مع الكابتن مباشره. ولكن كده كده في تيم قوي جدا للرد على اسئلتكم سواء كانت العلميه او اي سؤال ملوش اي علاقه بالعلم اصلا. طيب هنشتغل من كتب ايه بقى يا معلم؟ مبدئيا في ملازم PDF بتتوفر لحضرتك مجانا بمجرد دخولك المنصه، ملازم شرح، ملازم خرائط، ملازم اسئله، كل ده هيكون معاك PDF مجانا بمجرد دخولك المنصه. ده بالنسبه لنا هنشتغل من كتب ايه. ولكن هنحل من كتب ايه دي مختلفه شويه. طبعا هتحل من الملازم بتاعتي الواجب والامتحانات التراكميه، زائد كمان اسئله كتاب المرشد، كتاب المدرسة، وكتاب الامتحان 2026 بإذن الله. ده بالنسبة لبند هنستخدم ايه في الحل يا معلم. طبعا لو انت عايز مزيد من التفاصيل هتتواصل على الرقم اللي قدام حضرتك دلوقتي، ولكن برضو سريعا اقول لك السعر بتاع المنصتين. الجغرافيا لوحدها ب 245، التاريخ لوحده ب 255. لو انت هتشترك في المادتين باذن الله الاشتراك هيكون ب 400 بدلا من 500. اشتراك سهل جدا من خلال فودافون كاش. هتروح لاي حد عنده فودافون كاش وتقول له عايز احول الرقم او عفوا احول المبلغ على الرقم اللي قدامك، تجيب سكرين التحويل الرقم اللي حولت منه وتبعتهم لنا على تليجرام، وهيتم انضمامك فورا للمنصه باذن الله. زي ما قلت لك ان في نظام متابعه هيكون مختلف جدا لدفعه 2026. في جوجل فورم هيتملي لكل طالب اسمه ولي امره، رقم ولي امره، في متابعه مستمره باذن الله على مدار السنه في الامتحانات في الواجبات في كل حاجه. نظام المتابعه مع دفعه 2026 هيكون مختلف تماما عن اي متابعه حصلت مع كل الدفعات السابقه، فاطمن من البند ده. انت يعني مش هقول لك بقى كانك بتاخد درس في سنتر، لا هو الموضوع اعلى من السنتر بكتير جدا جدا في نظام المتابعه باذن الله. اطمن، الكابتن هنا علشانك، الكابتن مكمل المسيره مع الدفعات اللي جايه ومع دفعه 26. زي ما قلت لك كل حاجه في ايدي باذن الله هحاول اعملها لك علشان توصل لامتحانك وانت مطمن، ايا كانت ايه الماده، ايا كان ايه اللي انت محتاجه كطالب ادبي او كطالب ثانويه ازهريه هتلاقيه هنا، هتلاقي الكابتن موجود بيعمله لك او بيقدمه لك. فاطمن انا معاك، وباذن الله نلتقي في فيديوهات كتيره جايه، وانتظروا فيديو الحصه التاسيسيه ايضا في ماده التاريخ. واشوفكم على خير، وفي النهايه ما تنساش تصلي على النبي، تدعي لاخواتك في فلسطين وللمسلمين جميعا في كل مكان، تدعي لي معاك يا بطل. واتمنى تكون استفدت، واشوفك على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم كابتن بدر حمزه.